شفت يا صلاح انت قلبت العالم كله ازاي من امبارح لغايه دلوقتي بتغريده واحده بس يا صلاح، خليت العالم كله يتكلم. للي ما يعرفش ايه اللي حصل امبارح، الاتحاد الاوروبي اليويفا نزل تغريده بينعي فيها اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد اللي هو ملقب ببليل الفلسطيني، مات وهو واقف مستني المساعدات في قطاع غزه. طبعا احنا كلنا عارفين ان هو مات ازاي، بس طبعا محدش هيتكلم. صلاح كل اللي عمله ان هو خد تغريده عشان يحرجهم، وزي ما انتم شايفين كده كتب فوقها سؤال بسيط جدا: ممكن تقولوا لنا مات ازاي وفين وليه؟ عشان بعدها العالم كله يتقلب، والصحف في بريطانيا تاخد التغريده بتاعت صلاح وتقلب عليها الدنيا، ماركا في اسبانيا تاخد التغريده بتاعت صلاح وتكتب ان صلاح فرحانه بيه جدا، وتكتب ان صلاح رجع يدافع تاني عن القضيه دايما اللي هو مؤمن بيها. شفت يا عم صلاح كلمه منك واحده عملت ايه يا صلاح؟ لو انا او مليون واحد زيي او 100 مليون واحد زيي طلع يتكلم، تاثيره ولا هيكون واحد من مليون من تاثير كلمه واحده بس انت ممكن تقولها. يا صلاح انت اكيد عارف ان تاثير وقوه كلمتك اهم بكتير من ناس كتير جدا، مش عاوز اقول لك ان هي ممكن تكون اهم من كلمات رؤساء دول دلوقتي. يا صلاح يا صلاح انت في ممكن ناس ما تعرفش رؤساء الدول مين، بس تعرف محمد صلاح. انت التويته بتاعتك جايبه لغايه دلوقتي 80 مليون مشاهده غير الريتويت اللي اتعمل عليها. يا صلاح انت ترند في العالم العربي والعالم الغربي كله. احنا كل اللي احنا محتاجينه منك ان انت تستمر على ده يا صلاح. انا طالع من يومين طلعت انتقدتك على اللي انت كنت بتعمله، بس انا اسف يا صلاح على انتقادك لو انت هتكمل بالطريقه دي. كل اللي احنا محتاجينه منك يا ابني كلمتك، كلمتك اقوى من اي حاجه يا صلاح. ويا صلاح انت مش محتاج جوائز فرديه، انت عندنا اغلى من اي جائزه فرديه يا صلاح.